خلصتوا المحاضرة. خرجنا مباشرة يمكن يا أخي ب100 متر، وكنا نمشي. فتحت الزجاج. العجيب أن الأمن اركب في الخلف. قلت أنا من عادتي أدوخ، أضرب تجيني الدوخة المضبوط. ركبت قدام جنب السواق. جنب السواق. وفتحت القزاز تسلم على الناس والمواطنين. فلما فتحت القزاز خفت أن يأتيني يعني أخذت صافح ويصورون تعرف. أحسنت. فاقترب مني ورأيت المسدس، طبعا سدده لوجهي وصدري. لا إله إلا الله. من دريشة عندك أقل من متر بينك. والأمن يقول مسدسه 45. 45 هذا فتاك كما تعرف. إلا الله. طلع عندنا طبعا في الموقف عجيب. صارت ألعاب نارية قبل عيني. قام يضرب. ضرب من الدريشة اللي عندك اللي ملاصقة لك. جنبي هو رصاصات من الدريشة. من الدريشة بيني وبينه متر أو أقل. في وجهي وصدري. كم عمره ذا؟ ما أدري يا أخي. يقولون صغير. في الهندسة طالب. فلما بدأ يضرب تلقائيا قدرة قادر، يعني ما عندي أنا ذاك الوقت تصرف، كأن يدي كانت على قلبي فضربها. إلا الله. صرت كسر مضاعف. أشوف اللي الأسياف. وخرجت الطلقة ونفذت. الطلقة الثالثة هنا. وخرجت من القولون. دخلت الجسم. طلعت. يعني دخلت الجسم وطلعت. الرصاصتين. الرصاصتين. لا إله إلا الله. نعم. الثالثة جتني هنا لكنها أظنها كسر كان كتفي. كأن الثالثة إما أنها رماني من وراء أو أنه رماني من الثلاثة اللي رجع منها من الطاقة الثانية. يا أبو عبد الله ما اتقيته، ما رجعت المرت، ما مداك تسوي شيء. ما الشيخ أقل من دقيقة. والله صدقت. يقضى على المرة في أيام الله حسن ما ليس بالحسن. كيف انتهوا رجع من الباب الثاني وأخذ يطلق 3 علي. المقصود أنا. الغريب أنه راح بكل هدوء. ترى هو الأمن يا شيخ اندهش وقال يقول لا تستغرب، لأنه في حالة مباغته لا يستطيع الإنسان يتصرف. أحسنت. وراح من الدريشة الثانية وبرضو عليك. علي يا شيخنا راح مع الشباك الثاني وضرب السائق. يريدني طبعا لأن ما عليه من السائق ما يعرف السائق. فلما أتت من ظهر السائق حتى ما جلس إلا تكميل وكذا. الثلاثة التي ضربها طاشت كلها. الثلاث اللي قصدني بها غير الثلاث. الله. المجموع كم؟ 3 عند الشباك عندك و3 عند الشباك الثاني. حتى التقرير الفلبيني والآن هي 6 طلقات. لا إله إلا الله. كل اللي في المسدس 6. لا إله إلا الله. تقريبا في هذه اللحظة التي يعرفها الإخوة كامل محسن والشيخ تركي الصاغ وكل سمعوا وتشهد لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وقلت للدكتور أبا عبد الرحمن اللي في البخاري ومسلم وتذكرت عبادة بن الصامت وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله. الله أكبر. وكلمته ألقاها إلى مريم. وأنت مصاب والرمي فيك وأنت تقوله. أنا قلت منتهز جسمي كله عرفت الرصاص اللي دخل وطلع. وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق. على أنك تحتضر خلاص. شيء من التوازن. فسحبت أنا أشوفهم يسحبوني الأمن والنزيف هنا. نظرت إلى صدري آخر مشهد كأنه ذبيحة ذبح. يدعون الفنيلة وهذا الذي أسفني الآن. الفنيلة راحت. ابشر بالعوض يا ابو عبد الله. وجزاك الله خير. تجيك الفنايل. لما آخر شيء شفتهم يسحبونني انتهى المشهد وأفقت. غبت عن الوعي. وأفقت بعد طبعا وإذا رجل السلام عليكم محسن الزهراني. وأنا في المستشفى أفقت وجنبك الشيخ محسن. وإذا طبعا أجروا لي عملية شق البطن كله. لا إله إلا الله. نفذت. وأجروا عملية في اليد كما ترى. أظن حطوا لك أسياخ ولا بدون؟ هذه سوف يجددونها هنا أظن أسياخ. بعد في اليوم الثاني إلى مانيلا واستمر الثبت والحمد لله إني معافى. الحمد لله على سلامتك يا أبو عبد الله. لله الحمد. الحمد لله. من يعني يتعلم منه في هذا. الله يكرمك. بحفظ الله وبكثرة الأذكار خاصة الصوت الصباح والمساء وكانوا يسميها أئمة الإسلام. الله أكبر. يقول ابن تيمية وهو أفضل منا وما نحن إلا خدام تعرض لمكائد ولكن نجاه الله بأوراد الصباح والمساء. الله أكبر. والله سنجينا. الحمد لله على سلامتك يا شيخنا، والله يجعلك مباركا وأبشرك بكثرة دعاء الناس وتأثرهم ما أصابك، وأسأل الله أن يجعلها إصابة في سبيل الله ورفعة في الدارين. السلام عليكم. هذا الذكر اللي ذكر الشيخ عايض أن كعب الأحبار كان يقوله، وهذه أذكار الصباح والمساء من أراد أنه حافظ عليها.